طب يا جدعان، في خلال فيديو النهارده هنحكي الكوميكس الشهيره بتاعت سبايدر مان واللي هي باسم كريفن ذا لاست هانت. طبعا لو انت متابع القناه بتاعت مارفل هاب اللي عمال بنزل عليها محتوى مارفل، فانت اكيد مليون في الميه هتبقى عارف ان انا ذكرت الاسم بتاع الكوميك دي اكتر من يجي مليون مره. كنا بنسمع كلام على ان سبايدر مان 4 بتاع توبي ماجواير لو هيتعمل على الكوميكس دي، واحتمال سبايدر مان 4 بتاع توم هولاند كذلك الامر كان هيتعمل برضه بناء على الكوميكس دي. طب ليه الكوميكس دي مهمه والاحداث بتاعتها ليه محببه الكتاب ان هم ممكن يكتبوا سكريبت مستوحى منها؟ كل ده هتعرفه لما تسمع القصة دي دلوقتي. وبلاش ان احنا نطول ولا نخش في القصة. الكوميك بيبدأ معانا في البداية مع 3 شخصيات او 3 جوانب من كريفنز هانتر. الجانب الاول بيبقى متسمى باسم جانب كريفن الوحش، وجوه الجانب ده بنشوف لقطات لكريفن وهو بنشوفه خلالها بيواجه شوية كائنات. في الاول بتلاقي نمور وبعد كده اسود بعد كده دب، وبيكون بينتصر على كل واحد منهم وبيفضل يقول على نفسه شوية كلام كده فيه غرور، زي ان هو كريفن المتوحش وعقله هايج وجسمه قوي وعنده فخر بنفسه. اما بالنسبه للجانب التاني بتاعه بيكون بيتكلم على كريفن كشخص، اللي هي الشخصيه بتاعته العاديه كشخص طبيعي. هو بيقول ان هو كان طفل لما اهله وصلوا البلد دي، واهله كانوا ارستقراطيين في روسيا، وبيشوف انه مفيش حد في الوقت الحالي اللي هو عايش فيه، مفيش اي حد حواليه عنده شرف مقارنه طبعا بيه وبعيلته. وبيذكر كمان انه اهله زمان كانوا شايفين انه العالم هيكون ضعيف، وده لان العالم دلوقتي بالفعل بقى اسهل من زمان، وهم يعتبروا زمان عصر المواقف الصعبة. يعني فيما معناه الكلام اللي بيقوله هنا انه الناس اللي بتعيش في الوقت الحالي عنده تعتبر حياتهم سهلة وما عانوش في حياتهم زي العيلة بتاعت كريفن ما هي معانت، وبالتالي طالما الناس اللي حواليه مش بتعاني فهم ملهمش شرف في الحياة، وانما الشرف لاهله اللي هم يعتبروا عاشوا في الظروف الصعبة. وبعدها بننتقل للمنظور او الجانب الثالث، وده جانب باسم الصياد، ويقول انه لقى الكرامة مش في المدن ولكن لقاها في الغابات، والشرف هو لقاه مش في الحضارة ولكن في الحياة البدائية وهو اكتشاف الأخلاق، وكذلك في المعنى في الصيد. لكن للأسف برضه مش بيعرف انه يهرب من الوقت الحالي او العصر اللي هو موجود فيه، وزي ما بيقول كده انه ما ينفعش الأعشاب والجذور ان هي تساعد روح بتموت او تشفي قلب بائس من عصر فاسد. لو انت تهت من الكلام اللي بيتقال فممكن تقول معناه هنا ان هو بيقول ان هو مكتئب، وبعديها بيقول ان هو هيموت قريب ولازم ان هو يموت قريب ولكن مش دلوقتي. وبنشوفه هنا ان هو بيمسك بدله لسبايدر مان بيكون هو عاملها، وبيكون ده هو هدفه اللي هو عايز يحققه قبل ما هو ما يموت، او ممكن تسميه المهمه الاخيره لكريفن قبل موته. وبعد كده بنلاقي في حد بيحفر تحت قبر عند الجنينه بتاعت بيت كريفن، والشخص ده هو يعتبر شغال عنده، والقبر ده هنجيله بعد شويه، بس الشخص ده بيجهزه عشان الاحداث الجايه. وبعد كده بننتقل لبيتر باركر او سبايدر مان اللي بيكون لابس البدله بتاعت السيمبيوت وبيتمرجح في المدينه، بنسمعه بيكلم نفسه وبيقول انه جو فيس هو مات. طب هو مات، انا ليه مهتم بيه؟ هو كان مجرد واحد بين الاخبار عصابات، شخص نكره ملوش اي لازمه، ومن وقت للتاني انا اللي بخصبه عشان اخد منه معلومات، ودلوقتي هو مات فانا ليه ههتم بيه؟ ويا ترى كان في واحد شبهه انا قابلتهم قبل كده في حياتي كتير الصراحه ان انا اعدهم، وهم اساسا دول مش ناس، دول يعتبروا مشاكل وعقبات موجوده في حياتي وفي طريقي، ما بيعملوش حاجه ان هم بيقفوا قدامي وانا بأدي المهمه بتاعتي. وحتى لو الناس دي هي ماتت انا ليه ههتم بيهم؟ المهم بالنسبه لي الهدف او المهمه اللي عايزها. وبعد كده بنلاقي ان هو بيروح ناحيه بار، والبار ده من جوه بيبقى موجود فيه عصابه وهم موجودين حوالين تابوت، وبالنسبه للشخص اللي موجود جوه التابوت ده فهو ده جوي فيس او جو فيس اللي هو يعتبر مات، وبيتر عمال بيلوم نفسه عليه. والعصابه كل واحد فيهم بيبقى عمال بيتكلم وبيقولوا ان هو ما سابش وراه قبل ما يموت ولا فلوس ولا عيله عشان الناس دي تتكلم عنه بعد موته، واحنا بالنسبه له كنا كل الناس اللي هو يعرفهم في حياته، وده يعتبر هو افضل شيء ممكن نعمله. وبيقول انه جوي اقل حاجه نقدر نقدمها له هو صندوق صغير ولايق عليه ويا دوب بس شويه تراب عشان ندفنه فيه، ويمكن اللي احنا بنعمله مع جوي فيس دلوقتي ممكن ده يتعمل لنا في المستقبل او في حياتنا بعدين. وبعد كده بياخدوا بالهم انه كان في حد موجود معاهم، وده بيظهر قدامهم على انه كان سبايدر مان، وبنلاقيه انه فوقهم موجود على السقف، واول ما هم ما بيشوفوه مفيش اي حد بيعرف انه ينطق اسمه. وقتها بيكونوا خايفين من سبايدر مان وبيحاولوا ان هم يهربوا، وبيتر بيقول لهم انه جوي فيس كان بيحاول انه يهرب منه برضه زي ما هم عمالين بيعملوا دلوقتي، بس بنشوف سبايدر مان انه بيقفل الباب عليهم وبيحبسهم معاه جوه عشان يتكلم معاهم. وبعد كده بيقول لهم انا مش جاي هنا عشان اعمل مشاكل مع حد، وبيروح على جوي فيس وهو ميت وبيقول انا جاي هنا عشان اودع جوي مش اكتر. وخلي بالك عشان طول الكوميك هنا في يعتبر انفصام بين بيتر وبين برضه الشخصيه بتاعت سبايدر مان. طبعا زي ما انت ما شفت قبل كده الافلام ان انت بتلاقي انه سبايدر مان او بيتر باركر بيكلم نفسه احيانا
سبايدر مان في دماغه، ولكن لما بيلبس البدله بتاعه السيمبيوت بيديله افكار سلبيه او بيفضل يتفاهم معاه ويتكلم معاه. فهنا طبعا عشان هو لابس السيمبيوت فهنا بيكلم نفسه وبيكلم السيمبيوت، وعشان كده انت بتشوفه هنا بيبقى عمال بيكلم نفسه كل شويه من الجانبين، الجانب بتاع بيتر باركر والجانب التاني بتاع السيمبيوت اللي بيفكر بطريقه سوداويه. وبنشوف انه في واحد منهم بيطلع المسدس عشان يضرب سبايدر مان، ولكن هو بياخد باله وبيقول له ما تفكرش حتى ان انت تحاول، وبيطلع فلوس من معاه وبيحطها على الترابيزه اللي موجوده هناك. وزي ما بنفهم هو بيعرفهم ان الفلوس دي كانت في الاساس جوي فيس هو كان مديها لسبايدر مان كتبرع منه عشان يدفع له ثمن الجنازه بتاعته لو هو مات. وبعدها بنشوف برضه الصراع في دماغ بيتر بيتكرر تاني وبيقول ان هو خايف من الموت، ويمكن ده هو يكون السبب الاساسي اللي مخليه ان هو خايف الفتره الاخيره. وبيذكر ان هو صاحبه نيد ليدز هو مات امبارح، والنهارده جوي فيس هو مات، ومش عارف بكره مين هو اللي هيموت، هل هي انت ماي ولا ام جي ولا هو نفسه. الحوار الصراحه يضحك، كل يوم بيواجه الموت كسبايدر مان، لكن مفيش مره فكر في الامر ماذا لو هو اللي مات، ومش بيدي فرصه لنفسه ان هو يفكر فيه. كتير من الناس اللي بحبهم هم من ماتوا قبل اوانهم، العم بن وعندنا كابتن ستيسي وجوين ستيسي ونيد ليدز. هو انا فاكر نفسي ان انا في امان؟ انا كده كده هموت، مستحيل ان انا افضل عايش على طول، ولكن مش دلوقتي. وخلال نفس الوقت اللي بيتر بيقفل فيه النور وبينام بنشوف ان كريفن بيكون حاوط نفسه بشويه عناكب كتير، وده لان زي ما معروف في الكوميكس ان كريفن نقطه ضعفه كانت هي العناكب، ويعتبر هو ده اكتر شيء هو بيكرهه في حياته. بعد كده بنلاقيه بيغرق نفسه فيهم، وبنشوفه وهو بيزعق وسطهم، وبعدها بيبدا ان هو ياكل كل عنكبوت من العناكب اللي موجودين حواليه. وبعدها بيقول النهارده في الليله دي هموت سبايدر مان. وبعدها بيتر بنلاقيه انه بيصحى مفزوع من النوم، وبيقول ان هو ده كان بالنسبه له مجرد حلم او مش حلم، ده يعتبر هو كابوس بارد. وكريفن في نفس الوقت بيبقى عمال بياكل في العناكب اللي موجوده عنده، وبنشوف بيتر بيكون مش عارف يتنفس ولا يتحرك، وده لانه مفزوع من الرؤيه اللي هو شافها وهو نايم. وفي نفس الوقت كريفن بيكون بيكمل برضه في اكل العناكب. وبنشوف انه بيتر بعدها بيلبس البدله بتاعته وبيخرج من الاوضه، وبيقول ان راسه وجعاه وكأن في شخص بيضرب بالطبله في دماغه، وخصوصا الطبله بتاعه الغباء، وبيحس بدي في المعده وبيحس بالرعشه، وبيقول ان هو مهما كان ايه احساسه هيفضل يتمرجح وكل شيء طبعا هيبقى كويس. وكريفن بنشوف انه بينزل من الطياره وهو بيقول انه لسنين كتير سبايدر مان كان بيهينه وبيستهزأ بيه وكأنه بيذله. في البدايه كان فاكره ان هو راجل عادي، بس اللي حصل من سبايدر مان بالذات ما كانش ينفع ان هو يحصل حتى من اي شخص عادي هو واجهه قبل كده في حياته. وبعد كده بيقول لنفسه ان هو سبايدر مان هو عايش بس عشان يتحداه، صح؟ طب كويس، انا مش هقف ولا هرتاح غير لما اثبت نفسي بان انا موتك. وبعدها بيتر بيكلم نفسه على انه من وقت موت نيد ليدز وهو حزين ومستاء، ولكن برضه ده شيء متوقع حدوثه، يعتبر شيء عادي. ولكن الشعور الحالي اللي بيجيله لما هو بينام ده يعتبر مش شعور مفاجئ او دي مش حاجه جديده، هو اساسا بقاله فتره تعتبر هي الفتره الاخيره عنده هو ما كانش بينام فيها كويس. ولما النهارده شفت جوي فيس النهارده الاحساس ده زاد عندي اكتر، عقله تعبان وحاسس انه جاله انفلونزا، ولكن من جانب تاني هو حاسس انه في شيء تاني كأن حد بيجري وراه. واللي بيحصل ان هو لما بيجي عند يافطه معينه من اليافط الموجوده في المدينه في حد بيبدا يضربه بسهم مخدر، وبيقع وهو بيحاول يشوف ايه الشيء ده، وهو حاسس انه بنسبه كبيره ده فعلا سهم مخدر، وبيتاكد انه بالفعل ده كان تخدير، وقال ده يعتبر جاي من واحد مفيش غيره واللي هو كريفن، لان ده هو الاسلوب بتاعه. بس لما بيجي عشان يبص قدامه بيلاقي خيال جوي فيس انه بيظهر قدامه، وبيقول ان هو ده مش حقيقي لانه يعتبر هو مات بالفعل. وبيتر بيفضل ان هو يقول انه ده بالفعل مات، وده يعتبر سهم مخدر لا اكتر ولا اقل، تعتبر هي عقاقير او ماده ما، لان انا بالفعل حضرت الجنازه بتاعتك، انا شفتك وانت بتموت. وبيظهر قدامه بالفعل كريفن وهو بينادي عليه، وبنلاقيه هنا بيبدا ان هو يفوق شويه، وبعدها بنشوف انه بيبدا يهرب من كريفن، ولكن اللي بيحصل ان هو بيشوف خيال جوي فيس تاني، وبيقتنع انه ده يعتبر نفسه هو كريفن مش جوي فيس ولا اي حد من الناس اللي ماتت. وبيفضل يقول لنفسه انه كل ده مش حقيقي، وانا عارف انه كل ده تخدير منك، بحيث بس يحاول يفوق نفسه من الازمه اللي هو فيها دلوقتي. وبعدها بيقول لكريفن انه ده مش هينجح معاه، بس كريفن بنشوف ان هو بيضربه وبيقول له ان هو هيستعيد كرامته منه تاني. ولما بيتر بيقع بنشوف ان هو بيلوم نفسه وبيقول ان دي تاني مره يخلي كريفن يضربه في خلال يوم واحد، هي ايه المشكله بالظبط النهارده؟ وبعدها بيقول ان هو حاسس بنوع من الشلل البسيط ومش بيعرف ان هو يحرك جسمه، بس كريفن بنشوف ان هو بيرمي عليه شبكه الصيد بتاعته، وبيتر بعدها بيعاني ان هو يعرف الماده المصنوعه منها الشبكه
دي بحيث ان هو يشيلها او يقطعها، ولكن في نفس اللحظه بنلاقي بيتر الصداع اللي موجوده عنده وكل حاجه موجوده في دماغه بتبدا ان هي تزيد تاني من المخدر اللي خده، وبعدها بيبدا ان هو يفتكر كل الكوابيس بتاعته، وبعدها بنلاقي ان هو بيقتنع وبيقول تمام كريفن هو ده اللي هيبقى معايا في خلال الليله دي، انا كنت في حال اسوأ قبل كده وعرفت اسلوبه فهي مش مشكله. وبيستغرب انه في حاجه كريفن هو ماسكها من ورا ظهره كانه ماسك بندقيه، وبنشوف كريفن بالفعل انه ماسك بندقيه وبعد كده بيوديها ناحيه وشه وبيقول له انا كرامتي هستعيدها. وبعدها سبايدر مان بيقول له انه ده مش اسلوبك يا كريفن ان انت تستخدم البندقيه، وهو بيعاني وقتها انه يحاول يهرب من الشبكه دي، وبيقول انه فاقد الوعي بتاعه بس برضه هو مش عارف يعمل حاجه. امبارح نيد ليدز هو مات والنهارده كان جوي فيس وبكره مين ام جي ولا عمته ماي. وبعدها بنلاقي كريفن ان هو بيضربه بالبندقيه، وبنروح للبيت بتاع كريفن بعدها وبنشوف هناك بيتر وهو ميت جوه التابوت، وكريفن واقف مع شويه ناس تانية حواليه وبيحاولوا ان هم ينقلوا التابوت ده للقبر اللي هو كان بيتحفر في البدايه، والراجل اللي كان بيحفره بنشوف ان هو برضه موجود معاهم هناك. وبعدها بينزلوا التابوت تحت وكريفن بيبدا انه يرمي عليه الطينه او التربه، وبالتالي هو دفن سبايدر مان وهو ميت، وبيبان عليه ان هو حزين، وبعدها بيظهر عليه الانبساط والضحك. وبعد كده بيسلم الجاروف للمساعد بتاعه وبيبقى عمال بيتريق على سبايدر مان وعمال بيقول عليه جمل شعريه. وبعد شويه بنشوف انه في رعد بيحصل قدام القبر اللي اتدفن فيه سبايدر مان، وبيكون مكتوب هناك هنا يركض سبايدر مان اللي مات على ايد الصياد. وبنشوف انه في هناك ظل موجود على القبر ده، بيوضح انه الظل ده بيكون لكريفن اللي بيكون لابس بدله سبايدر مان اللي هو صنعها واللي هي مشابهه للبدله الاصليه بتاعه سبايدر مان. وبعدها بيقلع الماسك بتاع البدله وبنشوف ان هو بيضحك على انه هو مات، وبالتالي هو شايف ان هو كده خلاص انتصر على سبايدر مان الشخص اللي هو كان بيذله وبيحتقره في حياته. وهنا ممكن تتوقع كده ان هو هيبدا يعمل حاجات غلط عشان هو لابس البدله بتاع سبايدر مان، فبالتالي هيشوه السمعه بتاعته. وبننتقل لواحده ست ماشيه في الشارع وقت المطره، وبنشوف ان هي بتلاقي قدامها في فار بيظهر، وبعدها هي بتتزحلق وبتقع على دماغها، وبنلاقي انه في حد بالفعل بيسحبها لتحت، ولما بتنزل بتلاقي انه في حد بيبدا يقرب منها، ولما بتساله انت مين بيقول لها ان هو اسمه فيرمن. وفيرمن في الكوميكس هو شخص اتحول من خلال تجربه حصلت لنص انسان ونص فار، وبقى عنده حاسه شم قويه وبقى سريع واكتسب قدرات كبيره جدا، وكان جوه الكوميكس بيتحرك في المجاري وكان واخد الطابع الظلامي، فهو يعتبر في الكوميكس في الاول وفي الاخر هو فيلن. وفي نفس الوقت بنشوف ان ام جي بتكون بتكلم نفسها في البيت على انها تعتبر متجوزه بيتر باركر بشكل غير رسمي، وهي دلوقتي قاعده لوحدها، وده لان جوزها هو سابها وهي ما تعرفش هو فين، وكان المفروض انه يقابلها في البيت من ساعات فاتت، وده عشان يساعدها في ان هي تنقل معاه في البيت الجديد والاتنين يقعدوا مع بعض. وبتفضل ان هي تتكلم عنه وبتقول انه زمان دلوقتي بيتمرجح في المدينه بره عشان يخلي العالم امان، وبيواجه ناس كتير جدا عشان بس الديمقراطيه تبقى موجوده في البلد، وده من المحتمل يخليك ان انت تموت. وبتفوق لنفسها مره واحده لما هي بتقول انه ممكن فعلا يكون هيموت او هو ميت دلوقتي بالفعل، ولكن بتقول ان هو من وقت ما كان في الثانوي وهو بيلعب الدور بتاع البطل، فما اعتقدش ان هو دلوقتي ممكن يموت. وبعدها بنلاقيها ان هي بتشوف فار موجود عندها بتمسك البوت بتاعها عشان تضربه بيه، وهي بتقول اكيد هو دلوقتي ما يعتبرش ميت ولكن هو كويس بس متاخر شويه، ده اكيد يعني هو اكيد ممكن يبقى متصاب او عظمه متكسر، بس برضه لا هو فعلا ممكن يكون ميت. وبتتعصب لما هي بتبقى عماله بتدرك ان هو فعلا من التاخير ده كله ممكن يكون بالفعل هو مات، وبعدها بتضرب الفار جامد جدا بالبوت بتاعها. وبننتقل بعدها لكريفن اللي هو بيبقى لابس البدله بتاعت سبايدر مان بالفعل واقف على السطح بتاع البيت وفرحان بيه، وبيبقى عمال بيكلم نفسه على ان على بعد 100 ميل تحت الظلام موجود هناك سبايدر مان وهو ميت، بس بعدها بيقول لنفسه ان هو ده يعتبر بالنسبه له مش كفايه، انا ليه اموته؟ ولكن بيوضح ان هو كمان عاوز يحل محل سبايدر مان بحيث ان هو يثبت ان هو اعلى منه ومتفوق عليه. طبعا كل الاثباتات دي عشان بس يرضي غروره، وده لانه هو شاف سبايدر مان شخص بيطلع حبال وبيطلع على الحيطان وكل الكلام الحلو ده، فهو عايز يعلي عليه بس من غير اي قدره، هو عايز يثبت نفسه ان هو الكبير في اللعبه دي كلها، وكل اللي انت بتعمله لا شيء. وبنشوف انه بيدخل البيت عنده من الشباك وبيبدا يمثل على انه سبايدر مان، ولكن بنشوف انه الدخان حواليه بيبدا ان هو يزيد، وبعدها بيشوف العناكب حواليه وهو بيقلع الهدوم بتاعته، وهو بيقول ان هو كريفن الصياد ولكن تحوله لاعلى نسخه من سبايدر مان لسه ما اكتملش، وبيبدا ياخد شويه اعشاب ممكن تقول عليها ان هي اشبه بمخدر لعقله بحيث ان هي تساعده على انه
انه يتخيل ويندمج في اللي هو عاوزه عشان يقدر ان هو يمثل الدور بتاع سبايدر مان زي ما هو عايز. وبعدها بنشوف ان هو بيعاني من الشيء اللي هو شربه اللي هي تعتبر الاعشاب، وبيبدا ان هو يشتم في ابوه على انه شخص غبي روسي وكمان كان مغرور، كان عايش في امريكا وبيلعب دور الشخص النبيل. وبعدها بيجي يقول كلام كويس وبعد كده بيجي ينفي الكلام ده بعدها بشويه، فتحس ان هو عنده انفصام، كل ما يقول حاجه كويسه يجي يعيبها. وده ايوه عشان شخصيه كريفن ذا هانتر هو كده كده عنده اضطرابات في دماغه، فده يعتبر مش شيء جديد بالنسبه لنا هنا ان احنا كمان نشوفه. فهنا ملخص الفكره دي ان هو مش ثابت على راي محدد. وبعدها بيتجنن وبيبدا ان هو يضرب في الازاز اللي حواليه، وبيشوف العناكب ان هي بتتشكل على هيئه عنكبوت كبير، وبيبدا بعدها ان هو يخاف منهم. وبنرجع لفيرمين اللي هو بيكون كال الست اللي هي وقعت عنده من الفيران، والفيران اللي موجوده حواليه برضه بياكلوا برضه نفس الست اللي ماتت دي. وبيقول ان هما الناس اللي فوق اللي موجودين في المدينه هما الناس سخيفه، وبيمسك الجرنان اللي كان معاها وبيبدا ان هو يخاف اول ما بيشوف صوره سبايدر مان، وبيقول الشخص ده هو ده الشخص اللي اذاني امبارح ومن زمان، وهو ده الشخص هو والجندي التاني اللي لابس علم احمر وازرق مع ابيض، وهنا هو قصده على كابتن امريكا. وبيذكر يعني ان هما الاتنين دول سبايدر مان وكابتن امريكا ضربوه قبل كده وهزموه. وبعد كده بيقول لنفسه فيرمين مش خايف من حد وهيبدا يموت الاتنين دول وياكلهم كمان. وبيقول ان هو مش خايف من اي حد، ولكن بس هو مستخبي في الظلام عشان ده الشيء الكويس اللي المفروض ان انت تعمله، لانك انت لما تستخبى محدش هيعرف يشوفك او يمسكك او يتحكم فيه. يعني ممكن تقول هو خايف بس مش عايز يعترف ان هو خايف. وبعد كده بيطلع ناحيه البلاعه وبيرفعها شويه من فوق، وبيقول ان هو وقتهم قرب بتوع سكان المدينه دول، ولكن لما بيشوف عنكبوت على الغطا اللي بيرفعه بيرتعب وبينزل تاني، وبيفضل ان هو يجري ويفضل ان هو يمسك في نفسه، وبيقول للفيران اللي حواليه يهدوا شويه. وبنشوف فوق ام جي ان هي بتبقى نزلت في نص الليل بحيث ان هي تدور على جوزها اللي هو بيتر باركر، وبتفتكر ان الموقف اللي هي فيه دلوقتي اشبه بخروجها زمان لما هي كانت صغيره من البيت بالليل وامها احرجتها قبل كده قدام صحابها لما هي اتاخرت، وبتبدا تفكر ايه اللي هي هتقوله لو هي شافت بيتر باركر دلوقتي. ولكن بنشوفها وهي ماشيه في اتنين بنشوفهم بيعكسوها بسبب الهدوم اللي هي لابساها، وبعدها هي بتشتمهم وبتمشي، ولكن بعدها هم بيفضلوا يتبعوها تاني. وبعد كده بنرجع لكريفن تاني اللي احنا بنشوفه عمال بيصرخ للعناكب بحيث ان هم يبعدوا عنه، وهو اصلا بيقول ان هو اتجنن كده لانه خايف من ظل عقله اللي في الاساس عقله هو اللي خلقه. يعني القصد هنا عقله هو اللي عمل اوهام قدامه، فهو خايف من الاوهام اللي عقله عملها، وهو مش شايف اي شيء ان هو مخيف لانه كريفن الصياد، وهو في الاساس مش شايف حواليه ولا قدامه عنكبوت ولا اي حاجه. وبيقول انه حله الوحيد عشان يحل الازمه بتاعه اسطوره سبايدر مان اللي هي عامله له عقده في حياته، الحل هنا عشان يهزم الاسطوره بتاعه سبايدر مان هو ان هو يحل محله عشان يثبت نفسه ان هو افضل منه، وبكده هيكتمل الانتصار بتاعه. ولكن بيفضل يتجادل مع نفسه وبيقول ان هو هيواجه العنكبوت، وبيقوم ويواجه الخيال اللي هو خلقه. وبعد كده بيفضل يقول كلام كتير فيه نرجسيه من شغل الفخر ده، وبيبقى عمال بيشكر في نفسه ويمدح فيها. وبعد كده بيضرب الخيال اللي هو موجود في دماغه. وفي نفس الوقت بنشوف فيرمين ان هو بيبدا هو كمان يجهز نفسه عشان يخرج ويضرب سبايدر مان، ونفس اللحظه بنلاقي ان هو كريفن بيبقى غرقان في الاوهام اللي هو خلقها. وبنرجع للشخصيه اللي معانا التانيه واللي هي شخصيه ام جي اللي برضه بتكون ماشيه في نص الليل، ولسه العيال دي اللي هم الموجودين في الشارع ما زالوا بيحاولوا يعكسوها وبيمشوا وراها، وهي ماشيه بتفضل تقول بلاش تبصي وراكي وبلاش تسمعي الكلام بتاعهم ولا خطواتهم. وبعد كده هي بتجري وهم بيجروا وراها. وبنشوف فيرمين ان هو بيطلع من البلاعه برضه، وام جي بنلاقي انه في حد بيمسكها وهي ساعتها بتعتبر نفسها ان هي ماتت. ولما بيزقوها ناحيه الحيطه بنشوف ان سبايدر مان بيظهر وراهم وبيضربهم هما الاثنين، وبيمسك الشخص الثاني بيضربه بشكل مبالغ فيه. وحتى كمان ام جي نفسها بتقول انه ده مش بيتر باركر. وبنشوف انه فيرمين بيطلع من البلاعه وبيقول انه سبايدر مان هو سبب خروجه ولازم ان هو ياكله عشان هو جعان دلوقتي، وهيبدا دلوقتي ان هو يتبعه. طبعا زي ما انت ما فاهم لحد النقطه دي ان هو كريفن يعتبر هو اللي بيقلد سبايدر مان، بس ما فيش حد عارف انه ده في الاصل هو كريفن. وبالتالي فيرمين هو شايف قدامه سبايدر مان مش عارف انه ده كريفن. وبعد كده بنرجع لكريفن تاني وبنشوف انه ماسك حبل وبيقلد الطريقه بتاع سبايدر مان في النزول، وبيبقى بيراقب مجموعه من الناس اللي هم بيتاجروا في الحاجات الممنوعه. وكريفن بيكسر الازاز وبيبدا ينزل عليهم وبيضربهم، وبيبقى عمال بيقول لنفسه ان هو هيخليهم يعرفوا هو مين ويصرخوا باسمه باعلى صوت. ولما تبص على كل مشاهد الضرب اللي بتحصل هيبقى واضح قدامك ان كريفن مش بيعمل حاجه غير ان هو بيضربهم، ولا بيستخدم حبال ولا بيعمل اي حاجه زي سبايدر مان مكان ما بيعمل. فهو ما هو الا شخص بيضربهم في بدله سبايدر مان. ولكن الستايل اللي هو بيضرب بيه الناس دي هو الستايل بتاع العنكبوت الحقيقي. وبنشوف الشرطه ان هي بتتدخل عليهم وقت الضرب، وبيشوفوا الناس اللي هي واقعه على الارض، وكريفن بيبقى مش حابب
اللي هم عملوه، وده لان هو فعلا كان قايم بالواجب وزياده مع العصابه دي، بس الشرطه هي اللي جت عشان تقرفه. وبعدها كريفن بيبدا ان هو يهرب منهم، وحتى كمان هم بيحاولوا يوقفوه بالرصاص، ولكن بنشوف الشرطيين بيقولوا ان هو كويس اهو موت العصابه وريحنا، فبالتالي قبضوا عليهم بسهوله. وبعد كده بيمسكوا الممنوعات اللي كانت موجوده، ووسط الكلام بتاعهم بيقولوا ان سبايدر مان هم خدوا بالهم ان هو متغير الفتره الاخيره، او تحديدا الاسابيع اللي هي فاتت. هو ما كانش عقلاني وبيعمل تصرفات غريبه وكانه خارج عن السيطره. وهنا بنشوف كريفن بيطلع فوق مبنى وهو بيقول لنفسه ان هو العنكبوت، بس بيحصل له انفصام وبيقول لا انا مش العنكبوت انا كريفن. وبعد كده بيجي يقول انا اللي موتت العنكبوت، وبعد كده بيحل محله وهم هيصطادوني زي ما بيصطادوا العنكبوت، بس مهما حصل انا هثبت لنفسي ان انا متفوق على العنكبوت ده او سبايدر مان في كل حاجه ما عدا شيء واحد. وبنروح تاني للمدينه وبنشوف انه في واحده ماشيه في الشارع بالليل برضه تحت المطره، بعد ما التاكسي مش بيعبرها ولا بيرضى يركبها، وبنشوف ان هي بتتكلم على ان المدينه والسكان فيها بقوا كلهم خايفين بسبب انه سبايدر مان فقد عقله. بس بيرد عليها فيرمين وبيقول لها طب ايه رايك لو في مجنون في الشارع بيموت الناس وبعد كده بيفطر بيهم، وبيشدها بعدها وبيخلص عليها، والشرطه وقتها بتكون جايه ناحيته، وبيبقى اللي في دماغه ان هو هينتقم من سبايدر مان وكابتن امريكا. وبنشوف الشرطه ان هي بتكون مصدومه من الشخص ده اللي هو اساسا مش عارفينه، وكمان هو بالنسبه لهم اشبه بالكلب. وبعدها فيرمين بيشوف ان هما الاتنين لابسين هدوم شرطه، بس بالنسبه له الهدوم اللي هي بالاحمر والازرق والابيض زي كابتن امريكا، فبيبدا ان هو يضربهم كانتقاما منه لكابتن امريكا، لان كده هو فاهم ان هما ممكن يكونوا تبعه، وبيرمي واحد منهم على الارض وبيخلي الفئران ان هي تيجي تاكله. ووسط المشاكل اللي هو بيبقى عمال بيتكلم عليها بالله ان هو الشرطيه التانيه بتضربه بالنار من وراه، ولكن هو بيلف وبيمسك الشرطيه دي وبيرميها على العربيه، وبعد كده بيلحس وشها وهو بيقول ان هو كان بيحب امه، وده لانها هي فكرته بيها. وبعد كده بيسيبها وبيمشي. وبنروح لروبي روبرتسون اللي كان شغال مع جي جوني جيمسون في الديلي بيوجل، وبيبقى بيتفرج على الاخبار، وبيشوف في الجرايد ان سبايدر مان بقى فاقد السيطره على عقله. وبنشوف انه في حد بيخبط عليه الساعه 1 بالليل، ولما بيفتح بيلاقي ان دي هي ام جي، وبعد كده هي بتخش وبتقعد تتكلم معاه. طبعا ام جي هنا حجتها بالنسبه لروبرتسون على انها رايحه له بالليل هي انه اكيد يعني بيتر طالما مش موجود في البيت فممكن يبقى روبرتسون اللي هو عارفه في الشغل هو اكيد عارف هو فين، وده لانه هو يعتبر برضو اللي مشغله عنده في الديلي بيوجل، فاكيد هو عارف حتى لو معلومه بسيطه تعرف تخليها ان هي تدور عليه في مكان محدد. وبعد كده بيسالها هي ايه المشكله بالظبط، وبيقول هو في مشكله بينك وبين بيتر عشان كده انت جايه. وهي بتفكر نفسها ان هي ما ينفعش تقول له ان هو بيتر هو سبايدر مان، لان هو دلوقتي شايف الاخبار بتقول ان سبايدر مان اتجنن، فممكن ده ما يكونش بيتر اصلا، فهي كده هتعمل مشكله كبيره. فهي من ناحيه مش عايزه تقول للهويه ان هو بيتر باركر هو سبايدر مان، ولا عايزه تذكر ان هو بيتر هو في الاساس ساب البيت وما ظهرش لحد دلوقتي. فبتقتنع في الاخر ان ما ينفعش تقول له اي معلومه عشان هو ما يفهمش حاجه غلط، او الهويه بتاع سبايدر مان كمان ما تتعرفش. وبتضطر ساعتها ان هي تتاسف له، وبعد كده بتسيبه وبتمشي، وهي بتفضل تقرر لنفسها انه بالفعل ما كانش ينفع تعرفه اي معلومه حتى لو بسيطه. وبنرجع للبيت بتاع كريفن وبنشوف ان هو بيكون بيخوف فار موجوده عنده في القفص، وبيقول ان الليله دي هيبدا يطارد فيها فيرمن. وبعد ما بيخوف الفار بنشوف ان هو بياخده وبعد كده بيرميه، وبعد كده بيقول الليله دي. وبعدها على طول بنروح للمجاري وبنشوف هناك في فار رايح لفيرمن، وبيظهر بعديه رجلين شخص رايح ناحيته، وفيرمان بيقوم وبيقول لا انه ده شكله ما كانش حلم، وبياخد باله انه بالفعل في شخص موجود معاه هناك في المجاري، والشخص ده بيمسكه من زوره وبعد كده بيرميه بعيد، ويظهر قدامه انه الشخص ده كان كريفن اللي هو يعتبر بالنسبه له سبايدر مان، وفيرمان بيشوفه طبعا على انه سبايدر مان مش كريفن. وبعدها فيرمان بيقول له ان انت اخر مره هزمتني مع كابتن امريكا وده مش عدل منك لانك ما كنتش لوحدك، اما دلوقتي انت وحيد. وبيبدا ان هو ينط عليه ولكن كريفن بيضربه، والاتنين بيفضلوا ينزلوا في بعض ضرب، وبينتهي الموضوع في الاخر خالص بان كريفن هو اللي بيهزمه وسط المجاري. وبعدها كريفن بيطلع ناحيه البلاعه وبعد كده بيسحب فيرمن برضه معاه وبيشيله وهو ماشي وحاسس بالاحساس بتاع الانتصار. وبالله برضه عند القبر بتاع سبايدر مان بيبدا يكون في حركه من العناكب موجوده هناك، وبعدها بالله انه سبايدر مان بيخرج ايده من التربه وهو بيقول ام جي. وايوه في اللحظه دي سبايدر مان رجع للحياه تاني، وبنشوف انه بيتر لما كان مدفون في القبر بتاعه كان عمال بيشوف تهيؤات بسبب المخدر اللي
كريفن اداهوله، وبيبقى شايف نفسه لوحده في مكان فاضي وهادي، وبيبقى مش عارف هو فين بالظبط، ولكن بيسمع صوت حد بيكلمه وبيسأل عليه، والشخص ده بيظهر قدامه على انه نيد ليدز. وبيتر بيكون مستغرب وبيسأله بس انت مت، انا شايفك ليه؟ وبيسأله طب هل انا شايفك دلوقتي عشان انا كمان انا مت؟ ولكن بعدها نيد ليدز بيبدأ ان هو يتحول لهيكل عظمي، وبيقول له انت فعلا عندك حق. وبيتر بعدها بيعرف انه لسه ما ماتش، ولكن كل دي تهيؤات. وبيتخيل بعدها البدله بتاعت السيمبيوت وبيقول له اخرج من المكان اللي انت فيه. ثم بعدها برضه بيفضل يتكلم على ام جي والصفات الكويسه اللي كانت عندها بالنسبه له، وبعد كده بيتخيل نفسه ان هو عنكبوت، والقصد هنا على الدور سبايدر مان اللي هو بيلعبه. وبنشوف مشاهد لما هو بيواجه شويه وحوش في الظل، وده يعتبر بيلمح على الفيلنز بتوع سبايدر مان اللي كان بيواجههم قبل كده. ولكن بيتر بعد شويه ودي الخلاصه بيقتنع ان هو العنكبوت مات، ولكن هو لازم يتحرر من فكره ان هو سبايدر مان ده، لانه في الحقيقه هو بيتر باركر. وبيقول على كريفن ان انت قتلت قناع ولكن ما قتلتش راجل. وبنشوف الماسك بتاع سبايدر مان ان هو بيتشال جزء منه، وبيتر عمال بيقول كلام برضه عن نفسه وعن ام جي يخليه ان هو يفوق من الكابوس اللي هو فيه. وبيفتكر مشهد لكريفن لما ضربه اخر مره وخلاه انه يفقد الوعي، وبعدها بنشوفه ان هو بيتعصب عليه وبيفضل يدوس على نفسه عشان يفوق من الغيبوبه دي. وبيفتكر كلام كريفن قبل كده، وبيفتكر برضه ام جي. وبنشوفه اخيرا ان هو بيصحى من القبر بتاعه وبيخرج منه وهو بيعاني شويه، ولكن بيعرف ان هو يمسك اعصابه ويمسك نفسه. وبعدها بنشوفه ان هو رايح ناحيه البيت بتاع كريفن، وبيدخل بعدها هناك وبنلاقيه ان هو راح ناحيه المكتبه بتاعته اللي موجوده برضه هناك، وفيها الجرايد موجوده على الارض. ولما يجي عشان يمسك اي جورنان منهم بنلاقيه ان هو بيشوف بالترتيب كده الكلام اللي موجود بتاع الديلي بيوجل، واللي هو مختصر ان هم دلوقتي بينزلوا اخبار على ان سبايدر مان بقى خارج عن السيطره. وبعديها بيلاقي جريده ثانيه بتتكلم عن فيرمن، وبيستغرب بعدها ان هو مر اسبوعين وهو مدفون تحت في التراب وفاقد الوعي، مش عارف ايه اللي بيحصل ولا عارف يتحرك. وبعدها بيفضل يزعق على انه مر اسبوعين وهو ما عملش حاجه، واسبوعين بس هو كريفن شوه السمعه بتاعته بالكامل فيهم، وعمال بيزعق ان انت لابس بدلتي وبتشوه اسمي. وبيعرف ان هو كريفن اداله سم او اعشاب عملها زي اللي هو كان بيستخدمها في الصيد عشان بس يخليه ان هو يعتبر عاجز موجود في التراب كانه ميت. وبيبقى بيتر ساعتها مجنون شويه وعمال بيسال نفسه طب ايه اللي كريفن هببه دلوقتي؟ هل هو كان بيحاول يموت عيلته ولا كان بيحاول يموت انت ماي ولا ام جي؟ وده الصراحه يعني عشان هو اكيد مر اسبوعين فممكن يكون في حد منهم مات. وبعد كده بيضرب كل الحيوانات اللي موجوده عند كريفن، وبيبدا الدخان او الاعشاب ان هي تكتر في الاوضه، وبيقول ان هو حاسس بان هو هيموت. وبيدخل عليه المساعدين بتوع كريفن، وبيتر هنا بيقول لا انا مش هموت دلوقتي. والمساعدين دول بيفتكروا ان هو ده يعتبر كريفن، وكريفن دلوقتي بالنسبه لهم يعني بقى ضعيف شويه. ولكن لما بيتر بيلف بياخدوا بالهم انه في شيء غلط، وبالفعل ده بيظهر قدامهم على انه سبايدر مان اللي بجد. وبيبدا ان هو يستجوب كل واحد فيهم وبيحاول يعرف مكان كريفن دلوقتي هو فين، وبيرميهم بعد كده على الارض وبيقول ان هو هيدور على كريفن، ولكن مش بصفته سبايدر مان ولكن بصفته راجل. وبيكسر الازاز وبيخرج من هناك وهو بيدور على كريفن. والغريب ان هو في نفس الوقت اللي المساعدين بيتكلموا فيه كريفن بالله ان هو كريفن نفسه بيبقى عارف انه سبايدر مان هو جايله. يعني تفهم كده في الاساس كريفن ما كانش هدفه ان هو يموت سبايدر مان بالكامل، ولكن كان هدفه ان هو ياخره شويه بحيث يثبت له ويثبت لنفسه اولا طبعا قبل ما يثبت لاي حد تاني ان هو يعتبر احسن شخصيه موجوده، سواء بطل ولا فيلن هو مش فارق معاه، هو شايف ان هو ممكن يحل محل اي شخص عادي وهو اعلى واحد موجود. وبنشوف بيتر ان هو بيروح عند ام جي في الشقه بتاعتها وبيسال نفسه طب ايه اللي هي شافته لما هي شافت كريفن على انه هو اللي هو سبايدر مان؟ ايه ردة فعلها لما عرفت انه في شخص سرق هويته؟ وام جي بتفتح تسجيل كان عندها لبيتر باركر وهو عمال بيتكلم على انه بقاله اسبوعين بيلاقي انه في واحد عمال بيطارده مجنون، ولكن مش عارف انه يتصرف معاه لانه هو سرق حياتهم كزوج وزوجه، والشخص ده بيحاول ان هو يموته. بيقول جوه التسجيل ان هو عارف ام جي ان هي اكيد هتكون بتلف وراه في الشوارع عشان تدور عليه، وبعدها بيقول لها انه الشخص ده هو كريفن، وهي ساعتها بتتخض من التسجيل وبعديها بترميه. ولكن بالله ان هو بيتر هو اللي بيلحق التسجيل قبل ما يقع، وبيدخل قدامها من الشباك وبيقلع القناع وبتتاكد انه ده هو بيتر باركر. وبعدها الاتنين بيناموا بعد المشاكل اللي حصلت وتعب الاعصاب اللي هم كانوا الاتنين موجودين فيه. ولكن برضه بيتر بتجيله الكوابيس بتاعته تاني بتاعت كريفن، وان هو كان محبوس لمده اسبوعين وهو بسببه كان وسط التراب والسمعه بتاعته اتشوهت.
ولكن بيصحى وبيتاكد ان ام جي بالفعل هي موجوده جنبه. وبعدها بنشوف ان هو بيقوم وبيلبس البدله بتاعته وهي بتحاول تقول له ان هو ده مش وقته ولازم ينام عشان هو مر بوقت صعب، ولكن هو بيقول لها ان هو لازم يتصرف دلوقتي عشان يعرف يحافظ عليها بعدين ومش فارق معاه التعب اللي هو فيه دلوقتي. وبيقول لها ان هو لو عليه هو عاوز يكون معاها، ولكن في واحد بره عمال بينادي عليه، لازم ان هو يروح يسكته او ياخد حقه منه يعني زي ما احنا ما بنقول عشان يعرف ان هو يرتاح معاها. وكريفن برضه بناخد بالنا ان هو عارف ان هو جاي له برضه. وبعدها ام جي بتحاول تعمل اللي عليها وبتحاول تخليه ان هو يقعد، ولكن هو مقرر كده كده ان هو هيمشي. وبعد كده الاتنين بيودعوا بعض وبيتر بيمشي من عندها. ووسط المطر بنشوف بيتر ان هو رايح ناحيه كريفن وبيتمرجح في المدينه، ولما بيوصل بينزل من وراه وكريفن بيعرف ان هو بالفعل وصل عنده. وبنلاقي كريفن بيقول له ان هي امه كان بيتقال عليها ان هي مجنونه، ولكن في الحقيقه كانت هي طيبه، بس هي اتنفت من روسيا لامريكا. ويا ترى ايه اللي الفقر عملوا فيها؟ قذاره ومشاكل حياه خلتها ان هي تتحبس وكذلك تتهان وهي مرعوبه. وابوه كان سامح لكل ده لان في نفس الوقت كريفن كان صغير ملوش يد في اي شيء زيه زيها بالظبط. وبعد كده بيقول له تاني ان هم قالوا ان هي امه مجنونه لان هي موتت نفسها بنفسها، ولكن كريفن مش مصدق الكلام ده. وفي نفس الوقت اللي بيتكلم فيه بنبقى شايفين انه حابس فيرمن عنده جوه قفص وبيقول له حياتها اتسرقت منها من العنكبوت، وهنا طبعا قصده على امه. والاتنين بعدها بيبصوا لبعض وش لوش، وكريفن بيفهم ان سبايدر مان كان مجرد راجل في النهايه، ولكن جواه في شيء كبير هو الشخص اللي اهلك روسيا. وبيتر بعدها بيبدا ان هو يضربه وهو بيعرفه ان هو سرق منه اسبوعين وهو مدفون. ولكن كريفن بيقول له كمل في اللي انت عايز تعمله، وبيقول له ان هو ده الشيطان اللي دمر ابوه واهان امه، ونفس الشيطان اللي برضه من فتره هو هزمه. فبيقول له يعني من الاخر مش فارق معايا، كل اللي انت عملته ده انا واجهته وعديته، اضربني زي ما انت عايز. وبعدها بيتر بالفعل بيبدا ان هو يضربه وبيفضل يضربه وبيقول له ان هو هيفضل يضربه ومش هيقف. ولكن كريفن بيقول له اضرب حتى لو 100,000 مره انا مش هقاومك لان مفيش عندي سبب ان انا اضربك عشانه. وبيقول له انت مش فاهم اصلا، الحقيقه ان انا اخيرا فزت. وبيعرفه ان هو موته ودفنه وبعد ما موته خد مكانه. وبيتر بيقول له انت خدرتني وخلتني في حاله اشبه بالموت. وكريفن بيرد عليه وبيقول له كان ممكن ان انت تموت وانا كنت بتمنى حاجه زي كده من بدري ان هي تحصل، ولكن سمحت ليك ان انت تعيش، بس ده عشان سبب واحد، ان انت بس تعرف ان موتك وعن طريق لبس هدومك انا بسهوله ممكن احل محلك واثبت نفسي باني كمان احسن منك، اللي هو فيما معناه انت كسبايدر مان مالكش اي لازمه لو انا حبيت ان انا احل محلك. وبيوضح على بيتر ان هو مش فاهم ايه اللي بيحصل، وكريفن بيبقى شايف ان هي تعتبر جزء من الخطه، وبيقول ان هو هيعرف سبايدر مان على الحقيقه. وبنشوفه بيقول لسبايدر مان تعالى معايا، وبيتر بيقول له انت فاكر ان انا مش عارف ان المقالب دي هتحصل تاني؟ وكريفن بيطمنه وبيقول له حواسك شغاله وانت اكيد عارف انه مفيش فخ موجود تحت، فتعالى معايا وانت ساكت. وبيتر بعدها بيتردد شويه ولكن في الاخر بيروح معاه. وكريفن بعدها بيقول ان هو حاسس دلوقتي ان العقده النفسيه بتاعته اخيرا هي اتحلت بكل السنين اللي هرب فيها من روسيا واتحبس في امريكا، وان هو كان بيدور على حريته وبيرجع كرامته وحياته كمان في الغابات. في كل السنين دي ما كانش عارف معنى الهدوء او الشيء اللي اسمه السعاده، وبيوريه الشخص اللي هو قبض عليه. وبيتر بيعرف ان هو ده فيرمن. وكريفن بيقول له ايوه ده عدوك القديم اللي الاعلام مسميه اكل لحوم البشر، لكن لو انت تاخد بالك احنا كده كده عارفين هو مين صح؟ المزج بين الانسان البشري والحيوان، الكائن اللي انا هزمته وسجنته، اقدر ان انا احس بيه وكمان اقدر ان انا المس روحه. وعارف انت بقى الدور اللي هو كان بيلعبه في اللعبه بتاعته الصغيره ده كان يعتبر بالنسبه لي بيمثل الدليل على انك عجزت تهزمه لوحدك ورحت تستعين بكابتن امريكا وبصعوبه عرفتم ان انتوا تفوزوا عليه، ولكن انا لوحدي عرفت ان انا اهزمه. بص كده عليه وهو بيعيط وخايف ومرعوب وهو في فار حقير، وبيقرر عليه ان هو برضه هزمه لوحده، وبيرمي عليه شعلة النار اللي هو كان ماسكها في ايده. وبعدها فيرمن بيترجاه ان هو يبطل، ولما بيشوف سبايدر مان ان هو موجود قدامه بيرجع يتجنن تاني. وبنلاقي كريفن ان هو بيقول لنفسه ان هو فيرمن كل اللي في دماغه ان هو الشخص اللي لابس بدله سودا هو ده الشخص اللي هزمه وعذبه وضربه، بس هو مش عارف في الحقيقه انه ده كان كريفن اصلا، بس مجرد ما بيشوفه الفار ده بيتجنن. ولكن سبايدر مان بنلاقيه انه بيسحب النار اللي موجوده عند فيرمن وبيرميها على كريفن. وكريفن بيقول انه في الادغال بدا يفهم الارواح والشياطين للعنكبوت. اما في
الليله دي فهم انه العنكبوت في الحقيقه جاهل واساليبه غلط، وبيتر بيقول له ان انت جبت اخرك وتعديت حدودك معايا بان انت خربت حياتي وبتفضل تضحك زي المجنون، وده بالنسبه لي ما ينفعش. ولكن كريفن بيقول ان هو كان غبي قبل كده زي سبايدر مان، ولكن ده قبل ما يدور على الكرامه والشرف، وكان هيفقد نفسه لما بلده اتخربت، وكذلك اهله بسبب العنكبوت برضه. وبيقول اسمع دلوقتي انتصار كريفن، انت اكيد خايف منه. وبنشوف سبايدر مان ان هو بيرفع الفيل اللي هو راكب عليه وبيوقعه من عليه، وبيرد عليه ان انت عارف ان اللعبه بتاعتك انتهت وانت اتهزمت، وده مخليك حزين وبشكل غريب مخليني حزين انا كمان. وسبايدر مان بالله بيشيل ايده من عليه، وبعد كده كريفن بيستغرب وبيقول له تاثيري مأثر عليك للدرجه دي، وبعدها بيقول له اللعبه هي لسه مخلصتش لحد دلوقتي، وبيدوس على الزرار اللي جنبه وبيخرج فيرمن من جوه القفص. بعد كده بيقول له مش كفايه ان الحقيقه ان هي تظهر وخلاص، بس احنا لازم ان احنا نعلن عنها، ولازم ان انت كمان تجربها دلوقتي. هي دي النهايه يا سبايدر مان. وهو بيرد عليه ان انت افتكرت ان انا هكون في صفه وبعد كده اضربه عشان انت تكون مبسوط؟ طب انا كده كده مش هعمل كده اصلا. ولكن كريفن بيقول له لا، انت كده كده هتواجهه عشان حريتي، وفيرمن بيترجاه ان هو ما يضربوش، وكريفن بيقول لفيرمن اصحى، دي فرصتك الاخيره، اضربه زي ما ضربك بالظبط، اياك تخليه يهرب ولا يفتكر ان هو احسن منك، رد عليه وهات حقك بنفسك وخلص عليه. وبعدها فيرمن بالفعل بينط على سبايدر مان، وبيتر بيحاول ان هو يعمل اللي عليه وبيعرفه ان هو كريفن بيضحك عليه مش اكتر، وبيحاول يعرفه ان هو كريفن هو اللي كان لابس البدله وهو اللي هزمه، ولكن مش هو اللي هو سبايدر مان الاصلي. ولكن فيرمن بيعرفه ان هو هيقطعه ويخرج قلبه من جسمه. وكريفن طبعا شايف الضرب اللي قدامه ده بيكون فرحان باللي عمال بيحصل، لان هو الوحيد اللي هزم سبايدر مان وهزم الشخص اللي سبايدر مان هو بنفسه ما عرفش ان هو يهزمه، وبيكون فرحان ان كرامته هي رجعت ليه تاني. وكريفن بيبقى عمال بيتفرج على الاثنين وهم بيضربوا بعض، ولكن سبايدر مان بيقول له انت عايز كده. وبعد كده بنلاقيه ان هو بيضربه، وكريفن بيقول عليه ان هي الناس قالت على امه ان هي مجنونه برضه، وفضل يصدعنا بالجمله دي كتير. وسبايدر مان بيلاقي قدامه انه في فار تبع فيرمن قدامه عنكبوت، الفار ده بيدهس عليه، فبيجي في دماغه ان هو فيرمن كمان هو هيدوس عليه ويموته هو كمان. وبعد كده بيتر برضه بيلاقي ان الفار ده بياكل العنكبوت، وبيتر بيكون على الارض شايف المشهد، وبعدها بيعرف اللي فيرمن هيعمله. ولكن بنلاقي ان كريفن بيضرب فيرمن بالكرباج وبيعلق ايده بالسكينه على الفيل، وكريفن بعدها بيكلمه ويقول له انت شغلك خلص لحد هنا، فدلوقتي امشي. وبالفعل بنشوف ان فيرمن بيهرب من هناك، وبيتر بيقول لكريفن انه ده ما ينفعش انه يهرب، ولو هرب هيموت ناس تاني. وكريفن هنا بيقول له مش مهم، والعنكبوت هو مشي واللي باقي هو راجل بس. وبيقول لبيتر ان هو هيساعده في وقت هروب فيرمن، وكريفن بيقول لبيتر ان هو شخص طيب بس انا مكنتش واخد بالي، بس مش مهم انا شفت دلوقتي. وبيشكر سبايدر مان، وبعدها بيتر مش بيبقى مستوعب ايه الكلام اللي حصل هنا او ايه اللي بيحصل. وكريفن بيفضل يكمل ويقول له انت دلوقتي حر ودلوقتي ممكن تمشي، بس بيتر بيقول له بالبساطه دي بعد كل اللي انت عملته. وكريفن بيقول له شخص زيك مش هيخلي فيرمن ان هو يهرب ويروح، فدلوقتي روح انت وراه واعمل اللي عليك واللي انت لازم ان انت اساسا تعمله. وبيتر بيرد عليه وبيقول له يعني انا امشي دلوقتي وانت تنبسط بالصيد بتاعك وتلعب بالناس؟ كريفن بيقول له انت عارفني من السنين اللي فاتت، وانت عارف ان انا شخص بوفي بالوعود بتاعتي، وانا بوعدك من الليله دي كريفن الصياد مش هيصطاد تاني. وبيتر بيبص له وبعدين بينط من الشباك وهو بيقول له ان هو راجع له تاني. وكريفن بيقول له مفيش شك في كلامك. وبعدها بيقول لكل راجل او ست او ام او زمن في عنكبوت، وانا شخصيا كان ليا عنكبوت وكان حمل تقيل عليا وكان ليا الشرف. وبعدها كريفن بيشوف سبايدر مان وهو بيتمرجح في المدينه، ثم بنشوفه بينزل على حيطه، وبعدها بينزل في البلاعه وده عشان يطارد فيرمن. وبعدها بنشوف انه لاول مره في حياه كريفن بدا يحس بالهدوء دلوقتي والراحه، وكأن العقد النفسيه بتاعته هي اتحلت في اللحظه دي. وكل السنين اللي هرب فيها ما كانش يعرف حاجه اسمها السلام، ولكن هو حاسس وكأنه عرف دلوقتي ايه هو السلام او السعاده، وكأن في شيء مستخبي في قطرات المطر اللي هي بتنزل وقت صوت الرعد. والسلام والراحه والسعاده هي دي النهايه. وبنشوف انه كريفن ماسك صوره اهله قدام التابوت اللي قدامه، وبيمسك البندقيه اللي موجوده جوه التابوت وبيجهز البندقيه دي، وبيقول ان هم قالوا على امه ان هي كانت مجنونه. وبنشوف ان هو بيحط البندقيه في بقه، وبعد كده بيدوس على الزناد، واللي بيحصل ان هو بيموت. وطبعا بيبقى موجود جوه التابوت بتاعه، والدم بتاعه بينزل على الصوره بتاعت عيلته. وبنروح لبيتر اللي بيكون مازال بيطارد فيرمن، وبيقول ان هو مش حابب وجوده هنا وعاوز يرجع للبيت تاني مع مراته ويبقى موجود في امان ودفء وحمايه. وبيقول الكلام ده وهو بيفتكر احاسيسه جوه التابوت، وبيقول المكان هنا مظلم جدا وانا عاوز ان انا اخرج. بس بعد كده بيجي له صوت تاني بيقول له ان هو خوفه ده مش هيوقفه وهيخليه مكمل، وبيقول له ان هو اسوأ شيء ممكن يحصل كان هو لعبه كريفن لما هو خدره ودفنه حي، لكن تحت هنا هو حاسس باحاسيس مشابهه للي كانت في التابوت. وبيفتكر برضه
المعاناة بتاعته لما طلع ايده من تحت الارض، وكل شوية بيبقى عمال بيفوق نفسه وبيقول ان هو دلوقتي موجود في المجاري مش موجود في التابوت او في القبر، وده لان كل شوية بيختلط عليه الامر، وبيقول ان هو مش عاوز يموت هنا ولكن هو لازم يبقى موجود هنا عشان فيرمين موجود هنا برضه، وما ينفعش ان هو يسيبه عشان يموت في الناس تاني، وبتجيله اصوات في دماغه بحيث ان هو يسيبه ويمشي، طالما ان هو كان كده كده لمدة اسبوعين هو كان مدفون في الارض وما كانش يعرف حاجة، ولكن بعدها بيفوق وبيقول لا، وبعدها برضه بياخد باله ان الفئران بتتجمع باعداد كبيرة في المجاري، فبيعرف ان هو فيرمين قريب من هنا، وبنشوفه بيتحوط بالفئران دي وبيقول فيرمين ابعدهم عني عشان انا بحذرك دلوقتي، وبيفتكر الوقت اللي هو كان محطوط فيه جوه التابوت، وبعدها بيطلع على الحيطة بحيث ان هو يخلي الفئران دي ان هي تبعد عنه، ولكن بيفضلوا برضه ماسكين فيه لحد لما بيضرب فار منهم، وهو بيقول ان هو كان بشري لحد لما بارون زيمو عمل عليه تجاربه وبقى مزيج بين الانسان والفار، وبيقرر ان هو مش خايف من حاجة وهو رايح ناحيته، وبنلاقي في قبر تاني بيتحفر في نفس الوقت عند البيت بتاع كريفن، وبيظهر هناك في محققين 2 من الشرطة بيقولوا ان المكان ده هو بالفعل بتاع كريفن بالفعل، وهم اتأكدوا وطلع بالفعل المكان ده ليه، في واحد منهم بيقول انه في دليل موجود هنا وكأنه اعتراف، وبيوضح انه الاعتراف ده موجود فيه صور لكريفن وهو ماسك سبايدر مان وحطه في التابوت وهو ميت، وصورة تانية وهو بيلبس البدلة بتاعت سبايدر مان وبيكون كاتب ورقة فيها اعتراف كامل للي هو عمله بالظبط، وكمان هو ماضي عليه من تحت، وطبعا وقتها المحقق بيكون مستغرب من اللي عمال بيحصل، وفي نفس الوقت في المجاري بنشوف انه بيتر بيروح ناحية فيرمين، والاتنين بيفضلوا ان هما يضربوا في بعض في مشاهد كتير جدا، وبيتر بينزل بيغرق في المية وبيفتكر وقتها لما كان مدفون، ولكن بيطلع فوق تاني والاتنين بيكملوا ضرب، وبعد كده سبايدر مان بيخرج بره وفيرمين بيحاول ان هو يطلع وراه برضه في المدينة، وسبايدر مان بعدها بياخده عند الشرطة، وهم بيعرفون هو ده الشخص او الكائن اللي موت ناس من فترة، وبيتر قبل ما بيمشي بيقول له ان هو هيكلم له واحد اسمه ريد ريتشارد، هو شخص يعرف يحل مشكلته دي، ولكن فيرمين بيقول له مش محتاج مساعدة بيتر، بس هو بيقول له برضاك او غصب عنك انت كده كده هترجع بني ادم طبيعي تاني، والشرطة ساعتها بتبقى عمالة بتتكلم وبتقول ازاي هو مازال بطل بالرغم من اللي كريفن عمله فيه، وساعتها بنلاقي سبايدر مان وهو ماشي في الشوارع بيلاقي فيه جرايد موجود عليها اعتراف من كريفن، وكمان برضه هو بيكون مستغرب من الكلام اللي الشرطة قالته وهو سمعه وهو ماشي، وبعد كده بيوضح قدام الناس كلها في الجرايد اللي موجودة وبيتر بيلاقيها وهو ماشي ان هو اعتراف كريفن بقى دلوقتي موجود للعامة بالكامل، فبالتالي من الدليل ده الناس عرفت ان هو سبايدر مان ما كانش مجنون في الاسبوعين اللي فاتوا، وبيتر بيقول ان هو حاسس ان هو هيروح عند كريفن وهيلاقيه هناك، بس برضه حاسس ان هو ما كانش بيكذب عليه لما قال له ان هو هيبطل صيد للابد، وبنشوف ان هو بيروح عند ام جي اللي بتكون عمالة بتشوف الصور القديمة ليهم وبتاخد بالها منه لما هو بيرجع، والاتنين بيفرحوا بوجود بعض. اما عند كريفن بنشوفه ان هو اتحط جوه التابوت، وبعد كده بيشيلوه ناحيه القبر اللي هو اتحفر، وبعد كده بينزلوه وبيدفنوه، وبيبقى مكتوب على القبر بتاعه هنا يرقد سيرجل كريفينوف او كريفن الصياد، وهو مات بشرف.